بسم الله. عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة ونعمة وانتم تتبعوا فينا. نهار جديد ودبارة جديدة، ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم باش نطيبوا طبيخة خضرة. حبيت نوريكم طريقتها على طريقتنا احنا التوانسة كيفاش نطيبوها. حطينا سلق مسموط بالطبيعة، قطعناه وغسلناه وسمطناه كما قاعدين نشوفوا، فول وحمص وديك بطاطا وسفناريا. تنجموا تزيدوا معاها زبدة لفت وقلنا رية كما تحبوا. وحاطين البصل الشتوي اللي هو بصل الطويل اللي بالجمة متاعو الخضرة. وبالنسبة للفاح باش نحطوا لها فلفل مرحي، ما غادي نتبعوا فيها هذيك فلفل مرحي. هذوما المكونات الكل باش نحتاجوهم، وطماطم شايحة اللي هذيك اللي فوق السلق طماطم شايحة. نبداو على بركة الله باش ناخذوا المعون باش نطيبوا فيه، نحطوا فيه الزيت ونخليه يسخن شويه، ما خليتوش برشا. ما حطينا البصل من بعد يتقلى، نخليو زيتنا يسخن وبعد نحطو البصل يتقلى ونحطو شويه ملول ونخليه شويه في الاخر مع الخضره. معنا نرميوش الكميه الكل، ديما نخليه شويه باش يقعد هكا حي ويبدا فاوح في الاخر يجيك بنين برشا. تعرفوا البصل لازم يعني في كل ماكله ويخطر التطيب، ولا بد تقلي في كل حاجة نطيبوها لازم نقليو الخضرة متاعنا ولا الطماطم، كل شيء لازم يتقلى، كل حاجة تعطيها حقها في التطيب باش تجيك ماكلة بنينة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنساوش دعمكم هنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديدنا. تنساوش دعمكم لينا في القناة وحطوا اللايك وحطوا لي كومنتير قولوا لي منين تتبعوا فينا. هذه أكلة تونسية، خاصة في الشتاء من نطيبوها وقت الخضرة كما قاعدين تشوفوا. قلينا البصل متاعنا بالسماح وبعد كي حطينا فوقه سلق. هذاك السلق معناها مسموط، فما شكون يفوروا وما احنا هكا نصمتوه. بعد ما بالطبيعة ما نخنقوه ونقصوه ونغسلوه مليح من التراب، نصمتوه بالماء وبعد بالطبيعة بعد ما نستقطروه ويبرد وقت نطيبوه. تخليو البصل والسلق يتقلاو مليح، لازمهم زاد كيف يتقلاو مع بعضهم. بعد باش نحط عليهم الطماطم الشايحة متاعنا والفاح. هذيك الطماطم شايحة فما ناس تعرفها فما لا، معروفة بها كان تونس معناتها الطماطم الشايحة اللي هي طماطم مكعب كما قلت لكم. نشرحوها على اثنين ونحيو لها العنق متاعها هذاك ونحلوها، نحطو فيها برشا ملح، نشيحوها في الشمس مدة 3 أيام هكاكا. وبعد كيا ومن بعد نرحيوها. ما تجيش تترحي مبلولة معناها ما تقعدش ماطة، لازم تترحي وهي شايحة باش ما تقعدش مرقة. وبعد ما حطينا طماطم شايحة حطينا فلفل مرحي، ما نحطوش فيها الكركم لا حتى شيء البنات، ما نحطوش فيها معناها فيها اخر بار فلفل مرحي. حطوا بالطبيعة الملح شوية كركم وبرة هكا هو. هذاك هو الفحم تاعنا، ما نحطوش حاجة أخرى مثلا. خليه يتقلى مليح مليح وبعديك باش نمرقولو ونرميو الخضرة متاعنا طيب. نمرقوش برشا كما تعرفوا الخضرة طيب الماء متاعها هكا عينا ميزاننا باش تجينا مشمعة في الاخر، ما تجيناش مزقزقة برشا بالماء. قليناها مليح حطينا لها كسحيفة ماء، نحركوها مليح مليح هكا ونهبطوا الفاح اللي على الجناب واي حاجة تلصق كيف الجناب نهبطوها. باش نحطوا الخضرة متاعنا اللي كما تشوفوا بطاطا وسفناريا، ونحطوا معاهم كيف الحمص والفول، نحركوه مليح مليح. وبعديك نهبط باقي البصل كما قلت لكم في الاول شويه وفي الاخر شويه. ماذا بكم في الاول تحطوا اكثر معناتها تحطوا شويه بركه البصل في الاخر. خلطوهم مليح مليح، نسكروا عليهم الكوكوط نخليهم يطيبوا، ما تقعدش برشا وقت. وبنينة برشا صحية. فما برشا صغار ما يحبوش الخضرة، لكن تبدا كطبيخة بنينة برشا ياكلوها. كما سبق وهبطت لكم فيديو الشوربة متاع العدس فيها الخضرة وبعد كده رحيناها للصغار اللي ما تحبش الخضرة. تنجموا تطيبوها كيكة وترحيوها شوربة. اما هذه طبيخة تجي معسلة برشا وبنينة الحق. وفي الاخر بالكل نحطوا لها قرينة فلفل حمر
الخس كي يبدا مكوش يكون أبن نعمل هكا فلفل معناها شايح عادي بشمسي، ونحطوله شوية معدنوس في الآخر. تحبوا كي متلج كيما أنا حطيت وإلا تحطوه جديد، الاختيار ليكم. إن شاء الله تجربوها الوصفة بنينة برشا وسهلة وسريعة زادة فيها من الطيب، وكما تعرفوا تو شتاء الخضرة موجودة. إن شاء الله تعجبكم وصفتنا وتجربوها. تنساوش دعمكم لينا في القناة، اللي مش مشترك يتفضل يدخل معنا في القناة ويشترك وفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديدنا. واللي يشوف فينا كي يحط لي تعليق سموه يقول لي منين نتبع فينا وعجبتك وصفتنا لليوم ولا، ونتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. كيف ما تنساوش تحطوا لي لايك باش ترفعوا القناة وتشيروها أكثر ما يمكن باش توصل برشا ناس أخرى وتستفاد بالفيديوهات متاعنا. في الآخر بكل لك نحط لها شوية فلفل أكحل، نخليها توقف على الزيت هاكا نشيح من الماء متاعها كيما قاعدين تراو فيها. بنينة برشا الحق تجي وسمحة، وكما قلت لكم سريعة. تحط كل شيء مع بعضه، والمهم تقلي من الأول البصل والسلق متاعك، وبعد تحط باقي الخضرة تخليها تطيب على روحها. ما تاخدش برشا وقت، وفرد وقت زادا ما تمرقش برشا خاطر الخضرة طيب الماء متاعها. هذا البلا متاعنا ان شاء الله يكون عجبكم وجربوه وقولوا لي رايكم. تنساوش دعمكم لينا وشيروا الفيديو اكثر ما يمكن باش يوصل برشا ناس اخرى وتستمتع بيه وتستفاد كيف بيه. ان شاء الله يا رب يخلط لكم الخير، ونتقابلوا يا ربي في فيديو جاي. ومتنساوش تحطوا لي تعليق وتدخلوا للقناة باش يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو أكثر ما يمكن. خليت لكم الخير يا ربي، إن شاء الله نتقابلوا في الفيديو جاي، والسلامة.